الشحور وإلا العسل الخاص بالمعسلات والحلويات الرمضانية. في كسرونة ناخو كيس ماء عليهم زوز كيسين سكر. مهم جدا نصب الماء قبل السكر باش السكر متاعنا ما يلصقش على أطراف الكسرونة، وكيكا يجينا شحور متاعنا مسكر ومحبب. والشحور راهو ما يتحركش، نحطهم على الغاز على نار متوسطة لين يوصل مرحلة الغليان. نصب عليه شطر قارصة ونخليه يغلي لين يوصل بين 114 و 115 درجة مئوية. واللي ما عندوش ترمومتر يحسب 15 دقيقة بعد الغليان بالضبط، وبيان يعمل تيست بسيغو لين يتحصل على خيط ما بين الصوابع. وسي السيرو متاعنا حذر، هذا القوام وهو سخون مازال كتاب، وهذا القوام وهو بارد يصبر معكم بالمرتاح 6 شهور في الثلاجة من غير ما يصير حتى شيء. المهم يكون في دبوزة بالنار محكمة الغلق. بالنسبة للشحور هذا نسميوه الشحور العاقد، اللي نشحروا به اليويو، الكنافة، الزلابية، الدبلة وغيرهم من المعسلات. وبنفس الوصفة نجم نحضروا الشحور الخفيف اللي هو جوز يطيب 10 دقائق بعد الغليان. نستعملوه في برشا حلويات كيما المدموجة، وكيف كيف زادا نستعملوه في خبزة الفاكهة الزنية. سجلوا الريسيت عندكم باش نعملوا بيه برشا بنا في الفيديو القادمين. على بروشين ان شاء الله.